السلام عليكم ومرحبا بكم خاوتنا احبابنا في كل مكان. مرحبا بكم في قناه فيل جول دي زد بعد غياب طويل بزاف يا جماعه. كما راكم تعرفوا عندي القناه الاولى راني مهتم بها بزاف، ولكن ان شاء الله ما راحش نبخل عليكم فيديوهات اخبار المنتخب الوطني الجزائري واللعب كي يكون عندي الوقت. المهم يا جماعه كما شفتوا في عنوان الفيديو جمال الدين بالماضي، اكيد جمال بالماضي مدرب المنتخب الوطني الجزائري وزير السعاده أعلن عن اللاعبين الذين تم استدعائهم تحسبا لمباراتي جيبوتي ومباراة أيضا بوركينا فاسو، اللي نقدروا نقولوا عليها بأنها مباراة فاصلة ومهمة جدا. لازم أنه يستدعي اللاعبين المهمين الذين لديهم إمكانيات رهيبة، إمكانيات جيدة وممتازة، وأنهم يلعبوا مع الفرق نتاعهم بشكل منتظم. أيضا اللاعبين اللي عندهم فعالية كبيرة واللي عندهم الخبرة أيضا. أوكي يا جماعة، قبل ما نبداو في القائمة ما تبخلوش علينا باللايك، اشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات، ومرحبا بكم كامل. وكل واحد منكم يعطينا رايه في التعليقات، وهكذا نتحاوروا بكل روح رياضية كما يقولوا. قائمة اللاعبين المستدعين للمنتخب الوطني الجزائري: في حراسة المرمى الرئيس وهاب بولحي والكسندر اوكيجا، وايضا حارس مرمى ضمك السعودي محمد زغبه الله اعلم. في الدفاع مهدي جيان طاهرات وجمال بالعمري وعبد القادر بدران، ايوب عبد اللاوي ورضا حليميه، يوسف عطال، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني واحمد طوبه. بالطبع غياب محمد فارس بسبب الاصابه وعدم الجاهزيه، واستدعاء رضا حليميه في مكانه. هماش خارج القائمه الى حد اللحظه، لم يتم استدعاء من قبل جمال بالماضي، وجمال بالماضي هو الوحيد الذي يعرف بإمكانيات أي لاعب، وهو المخول الوحيد باستدعاء أي لاعب يريده. حليمية في مكان زفان الله أعلم في المنافسة أو غير جاهز، الله أعلم. اوكي يا جماعه، ننتقلوا لوسط الميدان بكل تاكيد: اسماعيل بن ناصر بالقبله، ادم زرقان وفريد بولايه ورامي الزروقي وسفيان فيغولي. غياب عدلان قديوره بالطبع، وغياب ايضا هشام بوداوي اللي كانت عنده اصابه وراه ما شاركش بزاف مع ناديه، وايضا مهدي عبيد اللي انتقل للدوري السعودي مؤخرا، موش يقدم المستوى المطلوب. ماذا بينا كل لاعبين يتنافسوا باش تكون هناك فعاليه في المنتخب الوطني الجزائري. ننتقل الى الهجوم يا جماعه الخير: اسلام سليماني، يوسف بالليلي، بغداد بونجاح، محمد لامين عموره، ادم والناس، سعيد بن رحمه ورياض محرز. اوكي، غياب رشيد غزال بسبب نقص، نقولوا عليه بانه مش يقدم الاداء اللي كان يقدمه قبل سنه هكذا، قبل 6 أشهر من الان. مستوى نتاعو انخفض بشكل كبير جدا، وعمورة حافظ على المكان نتاعو، نقولوا بانه اخذ مكانه اندي ديلور الخائن اندي ديلور، نعم. وايضا ياسين ابراهيمي غير مستدعى، وتقريبا كامل اللاعبين يشاركوا بنسبه كبيره مع انديتهم، يعني يشاركوا بشكل منتظم، وايضا لاعبين لديهم خبره. اذا تقريبا ما كاش مفاجات كبيره في هذه التشكيله، وجود كل اللاعبين تقريبا اللي استدعاهم في المره الماضيه الا رشيد غزال وبعض اللاعبين، مهدي زفان ايضا. اوكي يا جماعه، تفكرت ايوب عبد اللاوي لاعب الاتفاق السعودي، ايوب عبد اللاوي يلعب في مكان رامي بن سبعيني، يعني في مكان محمد فارس. عبد القادر بدران مدافع محوري. هنا يعني غلطت، تخربطت شويه، لاني هذه التشكيله هذا وين شفتها وجيت ندير لكم في فيديو، وانتم قولوا لي اراكم وتعليقاتكم حول هذه القائمه. اراها قائمه في المتناول، قائمه ممتازة جدا، قائمة تضم لاعبين يقدم مستويات رائعة في آخر فترة ويشاركون بشكل منتظم. وبالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في الاستحقاقات المقبلة أمام منتخب جيبوتي وأيضا منتخب بوركينا فاسو. هذه المباراة نقول لها بأنها مباراة فاصلة جدا، وبالتوفيق إن شاء الله يقدموا مردود ممتاز. وكل دعواتنا مع وزير السعادة جمال بالماضي ومع كل اللاعبين. بالتوفيق للمنتخب الجزائري، بالتوفيق لي ولكم إن شاء الله. نتلاقى في فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.